ده مش بشاميل عادي، اي حد هيشوف دلوقتي الفيديو هيقول ده بشاميل. لا، ده طاجن لسان عصفور بالبشاميل وكباب الحلة، بجد رهيب، لازم تجربيه. كده لسان عصفور مفلفل وكباب الحلة دايب، بجد يستاهل ان انت تجربيه. الاول لو مش عارفاني، انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناة. يلا بينا هنحضرها سوا. نقول بسم الله. ووك على نار عالية هننزل فيها معلقة كبيرة من السمنة ونص كيلو أو كيس من شعرية لسان العصفور، ونقلبه كويس مع رشة من الملح كده بسيطة علشان تديكي اللون الذهبي. هو ده. تاني حاجة هنجيب ووك ونحط فيها معلقة كبيرة من السمن وعليهم 4 بصلات كبار متقطعين جوانح بالشكل ده. هنزل عليها بنص كيلو من اللحمة مقطعاها مكعبات صغيرة عشان تستوي بسرعة. بهاراتك بقى معلقة كبيرة من السكر، ملح وفلفل اسود وحبهان وورق لورا، بس اجلي الملح دلوقتي ما تحطوهوش غير لما اللحمه تستوي خالص. وهتنزلي عليها شويه بشويه من الميه لغايه ما تستوي وتديكي الشكل ده. تمام كده اللحمه استوت وبقت دايبه معايا، ونزلت عليها من الملح. هنا بقى ووك هنزل فيهم بمعلقتين كبار من السمنه، عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، ونقلب لغايه ما يديني اللون الذهبي خالص والدقيق يختفي. هنزل عليه بلتر من اللبن وتقليب مستمر لغايه ما يديكي قوام كريمي ومش متكتل خالص. ده البشاميل. انزلي بقى بالفلفل الاسود والملح. في خطوه كده حصلت بس للاسف التليفون ما صورهاش، هي ان لما الكباب الحله استوى هنا، نزلت عليه مع لسان العصفور بكوبايه كبيره من الميه المغليه على النار لغايه ما سويت شويه لسان العصفور قبل ما انزل عليه بالبشاميل. تمام. هنا بقى هوزع على لسان العصفور وكباب الحله معلقه كبيره كده من صوص البشاميل الرهيب ده، وبعدين هغلفه كويس جدا بطبقه حلوه قوي من البشاميل. هندخله الفرن ياخد لون كده ويحمر والريحه تملى البيت، بجد رهيب. لسان العصفور مستوي واللحمه دايبه والطعم يستاهل تجربيه. بالهنا والشفا.